طيب يعني بعد كل العيوب دي ليه أنا شايف المسلسل حلو؟ عشان ببساطة شديدة هو قدر يخلّيني أتغاضى عن كل العيوب دي عن طريق حاجات تانية، يعني نقدر نقول بالبلدي كده إنه عرف يغطي على العيوب بتاعته عن طريق كذا حاجة، زي الهوية الواضحة للمسلسل، المسلسل ليه هوية واضحة جدًا على مستوى الإخراج ونقدر نقول بالبلدي إنه إخراج سينمائي، يعني كادرات ليها معنى وبتشرح وبتقول حاجات كتير من غير ما حد يتكلم، مش مجرد كاميرا محطوطة قدام الممثلين وخلاص، وكمان العلاقات بين شخصيات المسلسل، زي علاقة زكي وعادل. العلاقة اللي مش مستقرة طول الوقت بتخلّيك قاعد بتفكّر إيه اللي هيحصل وتسأل نَفْسك، هل اللي عادل وعم زكي بيعملوه ده صح والّا غلط؟ طيب أساسًا زكي طيب والّا شرير؟ ونفس الكلام على علاقة زكي وشهاب، فيها غموض مثير للاهتمام بيخلّيك متحمّس تعرف إيه هي الحكاية دي، وكمان غموض شخصية شهاب اللي بتخلّيك قاعد مترقب ومتوتر من اللي هو هيعمله عشان أنت مش عارف ومش قادر تتوقع هو هيعمل إيه، والكلام ده خلّاك متعاطف مع الشخصيات وعايش معاهم في الحكاية مش بس بتتفرّج، وده خلق ترابط قوي بينك وبينهم لدرجة إنك هتكون فعلًا متأثّر وبتدمّع في بعض المشاهد، وبيكمّل الخلطة دي موسيقى تصويرية عظيمة من خالد الكمار، قدرت تميّز المسلسل وتبقى جزء واضح من الحكاية، الحاجات دي كلّها تخلّيك تحب تجربة مشاهدة المسلسل وتغفر له أي حاجة في سبيل الmood اللي أنت بتعيش فيه، وفي الغالب هتزعل لمّا المسلسل يخلص.